فوزي لقجع والمغرب يسيطرون على كل شيء ولا أحد يجرؤ على اتخاذ قرارات ضدهم. هذا ما قاله عبد الله فار رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم. شوف اجي افهم ليح واش قاعد يصير. هذا رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم ذكي وخبيث، قاعد يعمل في ضغط على الكاف باش ما تنحازش في قراراتها للمغرب. اي قرار باش يكون ضد السنغال خلاص العالم الكل باش يدور على الكاف يقولوا انت جايه مع المغرب ومع فوزي لقجة. لذلك هو قاعد توا يحاول يضغط، وبالفعل نجح في العمل متاعه. نعم نجح في هذا. كيفاه؟ اليوم كان من المقرر أن تجتمع اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم يوم الأحد، لكن تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الثلاثاء بناء على طلب الاتحاد السنغالي لمنحهم وقتا إضافيا لتحضير دفاعهم. يا خويا فهمتوا واش قلت لكم؟ كان رفضت هذه اللجنة التأديبية اليوم الطلب. خلاص يقولوا فوزي لقجع والمغرب هو اللي منحهم من أنه يأجلوا. خلاص دونك الكاف وافقت مجبرة على تأجيل هذا الاجتماع هذا باش يكون مفيد برشا للسنغال. عليه باش تلقى وقت أكثر لتحضير دفاعاتها. يا خويا طلع هذا الاتحاد السنغالي ذكي برشا يا خويا، قاعد يحب يدور الإعلام العام على المغرب. فهمتوني؟ خبيث راهو خبيث برشا، وربي يقدر الخير.